في حديث شريف يخلي كل أب يتكسف يمد إيده على بنته أو يهينها أو يجرح مشاعرها بأي شكل كان. هقول لكم هو إيه، بس تعالوا نكمل مع بعض. الأب دوره في تربية البنت تحديداً محوري وممهد أساسي لبناء إنسانة واثقة في نفسها، فاهمة أنوثتها ومتزنة نفسيا. وعلشان كده البنت هتتأثر بكلام الأب بسهولة جدا لو حواره دايما معاها بيكون قاسي، هتحس إنها راجل زيه، هتتعود على التعامل مع الحياة بقسوة وعملية. فطرة الستات في العلاقات هي الحب والشعور بالأمان، ولو مش حساهم بتقلب راجل بجد، بس مش عشان هي حابة كده ولا ده بيكون باختيارها، إنما بالنسبة لنفسيتها الهشة هو ده بيكون درع الأمان الوحيد اللي ممكن يحميها من الإحباط والخذلان. لو كل أب عود بنته على تلقي الحب والأمان والود سواء بالكلمات أو الأفعال، البنات دي هتكبر تبقى أمهات قادرة فعلا تكون نص المجتمع اللي من غيره المجتمع كله بيقع. والحديث بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولدت له ابنة فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، يعني ذكر، أدخله الله بها الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.